أهلا وسهلا. يلا صافي. مبارك. شكرا. الله يوفقك. بخير. السلام عليكم. بخير. بخير. السلام عليكم. بخير. السلام عليكم. خليها. خير. خير. لاباس. خير. خير. لاباس. صاحب المشروع هو الجهة الهدف هو مراقبة المشروع بالنسبة للوكالة الجوية لتنفيذ المشاريع التأثيرات معنا لو جيرون ديالو تيبوك. ثم كاين المقاولة اللي حاضرة معنا هي اس ا تي بي اونتربريز اللي هي مكلاسية كلاس اس. مدة الإنجاز غادي تكون في 12 شهر. كنبدا المشروع دابا راه يلاه تعطى لوطات سيرفيس. الكلفة الإجمالية لهذا المقطع هذا راه هي 19 مليون ديال الدرهم وبطول إجمالي بالغ 3 ديال الكيلومترات. هذا من الاهداف ديال المشروع غادي يكون لحد المفارقه الاجتماعيه تربط المشروع اللي تقريبا 2000 نسمه. ثم ربط الشبكه الطرقيه لحد من حوادث السير والرفع من الوتيره الاقتصاديه. ما كاينش تذكير في الشيما ديال المقاطع الاخرى الاول والثاني هما ما كاينش هذا بريزونطاسيون. هذا ما درناش الشطر الاول غير باش نذكروا الاخوان بان هذا الامر يتعلق بالمقطع ديال النظام الحضري ديال مدخل المدينه ديال حقيقة صالح خارج يعني الشوارع والمحور الرئيسي لانه كان العدد ديال حوادث السير وكذلك ضغوطات على الجهات ديال الطريق رقم الشطر الاول كان المساهمه ديال الشريك الرئيسي ديالنا اللي هو شريك الاستثمار اللي كان الطول ديالو يزيد على 2 كيلومترات بمبلغ يفوق 20 مليون ديال الدرهم او 21 مليون ديال الدرهم. الشطر الثاني دار في اطار برنامج محاربه الطوارئ وكذلك عطات الانطلاقه ديالو مؤخرا في عيد العرش مؤسسه المساجد. الشطر الثالث هو هذا اللي كنشوفوه مشكور الجهه ومشكور السيد رئيس الجهه ورئيس مجلس الجهه على هذا الاسهام ديالو في هذه الطريق الدائريه اللي غادي تجنب المدينه واحد العدد ديال الضغوطات ديال المرور وكذلك المشاكل ديال التشتت ديال الحوادث الخصوص لان انا كنشوف هذه المرحله شحال بين هذاك جيراتوار 1 وجيراتوار 2 تقريبا كيلومتر. كاين عندنا اكراه السيد رئيس الجامعه مع السلطه المحليه والمنتخبين الى لقينا مرحله مقبله انه يكون هذا الطريق مثلا يخرج من هنا ما يبقاش يدور هنا يخرج من هنا منها غادي تعطى واحد القيمه لهذاك التجمع السكني وفي نفس الوقت خصها اتخاذ الطريق بواحد الكيفيه اللي تجنب هذوك الناس ان هذيك الطريق تكون يعني سبب ديال المشاكل ديال حوادث السير. هذا هو اللي خلى في هذه المرحله الاولى الدراسه اعتمدت على هاد لي دو جيراتوار غيكونوا كبار واولا غادي يعلموا على مدخل المدينه لاول مره غتكون مدخل المدينه من هاد الجيراتوار الاول. اذا هاد الشيء راه
هذا الشطر هذا مثلا مبرمج واحد اتفاقيه مشروع اتفاقيه ما بين الجهه والجهه نقترحوا شحال فيه؟ جماعة هذا حنا في واحد السيد رئيس الجرمانية إذا راكم وليتم مدينة وكنشكركم على الإسهام ديالكم كذلك في هذا الشيء هذا شنو إذا كان مشروع آخر اللي مرتبط الطريق وزن طريق وزن ماشي وزن الطريق وزن اللي بغيت دير الموطن نعم سي. بالنسبه للمشروع تكلفه المشروع كاين 25 مليون ديال الدرهم، فيها شطرين، الشطر الاول فيه 16 مليون والشطر الثاني 8 مليون ديال الدرهم. اهداف المشروع هي تقويه البنيه التحتيه. فين مشات 100 مليون 16 مليون 16 مليون 800 نعم سي غير زونتير لا مورا قلت لنا 25 25 مليون ديال الدرهم، فيها 16 مليون 800 ديال الشطر الاول و 800 مليون ديال الدرهم بالنسبه للشطر الثاني. بالنسبه لاهداف المشروع هي تقويه البنيه التحتيه، الرقي بالمنظر العمراني لمدخل المدينه تقريبا الصرح، وخلق مساحات خضراء ومتنفس للمدينه. بالنسبه لمصادر التمويل والشركاء كاين مجلس التقرير الصرح، وكاين مجلس جهه بنيه المدينه القريه فراغ 8 مليون ديال الدرهم، والمجمع الشريف فوسفات تنشكروه ديما معنا شريك فعال ب 8 مليون ديال الدرهم، وجامعه الكريفات. بالنسبه لمكتب الدراسات اللي قام بالدراسه هو تكنوكو بيضاء اللي يتشرف نعم باش يقدم لكم التفاصيل التقنيه. منين غتبداو بعدا؟ يعني في نفس الجيراتوار لا غير باش الجيرة. انا راه جيراتوار. المشروع ديالنا نعم يبدا من جيراتوار نيميرو 1. غادي يتم فيه بالنسبه للشطر الاول غادي يتم ديدوبلومون ديال الطريق، الطريق الحالي تكمية الطريق. بالنسبه للطريق الحاليه فيها 6 امتار، غادي تصبح ان شاء الله فيها 7.3 على كل جهه، مع واحد انجاز ديال التي بي سي والرصيف من كلا الجهتين والاناره في كل جهه. بالنسبه للطرونش الشطر الاول غادي يتم فيه اشغال الطريق بقيمه 11 مليون درهم، اشغال الصرف الصحي ب 3 مليون درهم، اشغال الاناره العموميه بمليون ونصف درهم، واشغال مختلفه ب 0.3 مليون درهم، فالمجموع حوالي 16 مليون درهم. بالنسبه للشطر الثاني غيتم فيه تهيئه باركور لا لين الكونتينيتي ديال باركور في المدخل لمدينه القيم صالح، وايضا سيتم فيه اشغال ديال الروفيتمون، وايضا باركور مرات راجلين شنو؟ لا اسباس رصيف اسباس فير رصيف ولا المساحات الخضراء. المساحات الخضراء. وايضا سوف يتم فيه تهيئه المدار الطرقي الالتقاء ديال لي زاميناجمون لا جلوباليتي ديال البروجي. في داك الساحه قدام الو اس سي علاش ما بايناش في ليماج؟ كاينه غتكون عندكم واحد التهيئه قدام المدرسه الجديده ديال غتكون هي نعم غتكون تقريبا بحال الشكل هذا النافورات النافورات ديالها. الكلفه الاجماليه ديال المشروع غادي تكون حوالي 25 مليون درهم. بالنسبه للشطر الاول غادي تكون فيه حوالي 17 مليون درهم، والاشغال التكميليه غتكون في الشطر الثاني حوالي 8 مليون درهم. نعم سي المارشي اونكور راه اونكور دو لونسمون. دونك درنا الشطر الاول الامكانيات ديالو فيه نعم الشطر الاول فيه ليكلاراج بيبليك على الشارع كامل، فيه لو تروطوار وفيه المدارات وتورنا غوش. اذا ان شاء الله النهارده مجلس الجهه ويمين وباش يمكن هذيك الساعه المشروع ديالنا باش تقريبا 1 كيلومتر ونص من هذاك كيلومتر ونص مسافه كيلومتر ونص ابارتي من هذا ها
غادي نجيب على هي الاولى اللي درنا اتفاقيه والناس كيوصلوا اللي فرهم ما عندكمش كنتو مجال المواصل بلاصه تاع من طريق والله كثير هو برامي هذا كانوا ذلك لا ما عندهم عنده هنا كذا عام هي هذه الجهه عندهم 12 خويا يديروا 12 مثلا يديروا واش الدوله اللي كنت نمشي نخدموا فيهم ما كان معاهم انا ما قلت لها عرفت عرفت المناضلين نعم في الخديم مثلا لاني غنكونوا كملنا دونك راه 3 مليون ديال داكشي السوسيال 6 مليون ديال الملاعب اللي كنتكلم عليهم هكذا ديك مركز اللي كنا حدا الشبكات و مليون هي غتكون هنا والدعيه صافي راه يطلعوا السيمانه 21 سوق راه دابا حاولوا ما امكن الله يعاونكم شكرا لكم بزاف شكرا بخير لاباس بخير مدير الدراسه ديال المشروع غادي نسهروا على التكلفه الاشغال ديالو. فيما يخص المشروع اللي غتعطيو انطلاقه بالاشغال ديالو هو بناء طريق الرابطه بين الطريق الاقليميه 32 16 والطريق غير مصنفه القادمه من دوار بن عماد على طول 4.1 كيلومتر كيف ما تشوفونا في الخريطه ديال الشبكه الطرقيه ديال اقليم بن ملال. بالنسبه للاهداف المتوقعه من انجاز هذا الطريق عندنا اولا المساهمه في الحد من الفوارق المجاليه والاجتماعيه عبر تعزيز البنيه التحتيه اللي تعتبر دعامه من دعائم الترسيخ الجهويه المتقدمه. ثانيا عندنا تحسين الولوجيات اللي غادي يمكننا من فك العزله، المساهمه في الحد من الحظر المدرسي بالاضافه لتحسين الولوجيات للخدمات الطبيه. ثالثا المساهمه في التنميه الاقتصاديه للمنطقه بطريقه مباشره او غير مباشره. بالنسبه للمعطيات التقنيه ديال المشروع كما تلاحظوا هنا هذا المقطع العرضي النموذجي ان العرض ديال المصطفى هو 8 الامتار، فيها 6 الامتار خاصه بقارعه الطريق وفيها متر من كل جهه. بالنسبه للاكساد فيما يخص تكلفه المشروع لا لي دو رول كاين عامل متر ومتر لحقاش عندنا في درجه ديال الشوسي 6 متر. دونك لي باركور حاسبين لي باركور العرض ديال لاباركور لا بالنسبه لتكلفه المشروع هي 3,46,644 درهم مموله كليا من صندوق التنميه القرويه. فيما يخص طبيعه الاشغال عندنا الاشغال ديال الحفر والردم والاشغال ديال بناء قارعه الطريق بالاضافه للاكساد، كذلك بناء منشات تصريف الامطار. فيما يخص تتبع الاشغال هذه العمليه غتسهر عليها واحد اللجنه مكونه من القسم التقني والتجهيز بالعمله.
خير رجع حي رجعتي عمل كيف درت الكلام الرئيس بارك الله فيك. قيد هنا زيد قيد المقاس ديال السلام عليكم. دابا جبتوا شنو؟ يا ان شاء الله. الهدف ديال المشروع هو الحفاظ على لادابطاسيون ديال الترافيك تحسين شروط السير وتحسين شروط السلامه الطرقيه. بالنسبه للمعطيات التقنيه ديال المشروع هو غادي يكلفنا واحد 12 مليون تاع الدرهم من فينونسمون ديال صندوق التمويل القروي فون ديال الدائر. بالنسبه للاشغال غادي يكون عندنا اصلاح ديال الطريق، عندنا روبروفيلاج بلس واحد لاكروش ديال 6 يكون عندنا روشاجمون ديال الاكتاف ديال الطريق على عرض ديال 1.5 كل جهه، ويكون عندنا تريتمون ديال لونفيرونمون. الطول ديال المشروع 14.75 كيلومتر. بالنسبه للعرض ديال الطريق عندنا 6 امتار في الطريق زائد مترونز في كل جهه ديال الاكتاف. المده ديال الانجاز ديال الاشغال غادي تكون 8 اشهر بطرف المقاوله تاع البروازات في الماء واللابوراتوار ديال التتبع الاشغال البروازات 18.
دابا نديرو لها غادي يفوت هذا الخنطره الخنطره في قطعه واحده وكيفوت بواحد 3 كيلو يتلاقى مع الطريق الاخرى ما خير صافي مرحبا ما يشوفناش وغيبقى واقف ما غتدخلش. وصافي يلا خليها يلا يلا سير مساطحين مع السيد عماد دير التصاور دير التصاور شايفوه خطاب مش انت شايفوه بزاف شايفوه واش نبداو نهضروا ايوا نقول لك بالنسبه للاطراف المشاركه في العام صاحب المشروع هي عمل الصالح والسلطه المحليه والجماعه الدوليه مكتب دراسات وتقييدات المنتديات المختبر البرت بروجيكت المقاوله للسوسيتي بالنسبه للماليه العام هي القيمه المضافه للعمل هي فرق العمله عن السكنه القرويه تقويه البنيه التحتيه وتقويه الفوارق بين الاقاليم فيما يخص الولوج للشبكه الطرقيه تسهيل الوصول الى مختلف المرافق خصوصا الاطفال او ابناء المنطقه حيث النقل المدرسي حاليا ولات هي الطريق الوطني رقم 25 اللي كتربط ما بين الرباط والمنطقه بصح تمشي للقرار الزلال والبنات بالاضافه لان غادي يكون الطريق اللي غادي تربط ولاد اللي غادي تقرب الرباط ولكن ما بين المساجد عن طريق صعوبة التمكين 16 هذا مع الشهر هنا و12 شهر تما ولا بجوج؟ لا في المجموعة وغادي نورمالمون سبتمبر المقبل نضرب في المساجد كندير المقبلات في المساجد
الارض. كاين شي منشأة فنية ولا شي حاجة؟ كاين بزاف تاع المنشآت الفنيه. المنشأة الكبيره فيهم هي اللي يكون عن طريق الضابور اللي فيه جوج ونص على جوج ونص 3 مرات. ما كتقطعش الطريق نورمالمون كتقطع. لا هذا شنو لا سوليسيون اللي غيجي. غادي نتكلموا منها بعد قال تحية جيت كيتصافح معاك في الفيديو.